السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. إحياء اليوم العالمي للسكري في كرن. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم شمال البحر الأحمر. تنظيم دورة تدريبية في مجالات الفن. في الأنباء العالمية، رئيس الصين يحذر واشنطن من تجاوز الخط الأحمر في دعم تايوان. هجوم إرهابي يودي بحياة 7 جنود جنوب غرب باكستان. وإندونيسيا وأستراليا تجريان مناورات عسكرية بعد توقيع اتفاق دفاعي جديد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم إحياء اليوم العالمي للسكري على مستوى البلاد في 16 من نوفمبر بمدينة كرن تحت الشعار لنسعى لإيصال خدمات المرض أو مرضى السكري للجميع. وأوضح رئيس جمعية مرضى السكري دكتور غويتو أما برحتو في المناسبة أن الهدف الأساسي من إحياء يوم السكري هو تنوير الشعب ومرضى السكري بشأن المرض وتعقيداته، وتقديم محاضرات لحياة صحية جيدة خالية من المرض. من جانبه، أوضح رئيس جمعية مرضى السكري فرع إقليم عنسبة سيد كيروس سرقة ارتفاع المعرفة بمرض السكري، داعيا مرضى السكري للانضواء في الجمعية. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هيلة ولد برهان إن الجهود تبذل في البلاد لمكافحة مرض السكري والسيطرة عليه، مذكرا للمراجعة الطبية الدورية والنشاط الرياضي والتغذية الصحية. في غضون ذلك، نظم بالمناسبة برنامج في 17 من نوفمبر على مستوى الإقليم الأوسط. قيم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر في 13 من نوفمبر بمدينة جندع نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2023-2024. وأوضح مسؤول وحدة امتحانات المتوسط في وزارة التعليم الأستاذ هبت أسفها عن نتائج الامتحانات على مستوى البلاد، مشيرا إلى نجاح 38% من أصل 5315 طالبا جلسوا للامتحانات في إقليم شمال البحر الأحمر، وتعتبر هذه النسبة أقل ب3% عن العام السابق. وذكرت مسؤولة التقييم والامتحانات الوطنية الدكتورة حليمة محمد قيام المدارس بجهد أكبر لرفع كفاءة الطلاب ومنافساتهم واتباع الطلاب التعليمات المقدمة في فترة الامتحانات، ويتطلب القيام بالدراسات للتعرف على الجهود الموجودة في النتائج بين الريف والحضر وتحسينها. من جانبه، أوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أنه يتطلب القيام بحملة توعية واسعة لإحداث التغيير المنشود وتدريب المعلمين. وطالب الاجتماع العمل لبدء معهد إعداد المعلمين نشاطه والعمل بالتعليمات الصادرة واتباع المعلمين الأساليب الجازفة أو الجذابة للتدريس. نظم ضابط التعبئة والإعلام دورة تدريبية لمدة شهرين ل147 من أعضائه في مختلف مجالات الفن. تضمن التدريب الموسيقي والأداء الصوتي والمسرحي والشعر الغنائي واللحن والانضباط الفني والفنون والاختلافات بين الدراما السينمائية والمسرحية والفلكلور والتقاليد التي تمثل جميع المجموعات العرقية في إريتريا. وقال ممثل المدربين السيد جمال صالح في مراسم اختتام الدورة التدريبية في 16 من نوفمبر في مونغولو، قال إن التدريب اعتمد على النواقص التي ظهرت في المنافسات التي جرت في عام 2023 في الجبهات. وذكر نائب قائد ضابط التعبئة والإعلام في وزارة الدفاع الرائد فسحية تخلاي إنه يتوقع عمل المتدربين على عكس قيم وثقافة مجتمعاتهم. وأوضح قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم أن الفن يعكس ماضي وحاضر ومستقبل البلاد والشعب، ويجب أن يساهم في إعمار البلاد كما أن في تحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة. وفي الختام، تم توزيع الجوائز والشهادات.
اختتم مهرجان جدة لعام 2024 فعالياته مساء أمس الجمعة 15 من نوفمبر الجاري، والذي كان قد افتتحه مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يوسف سايق في 10 من نوفمبر تحت شعار ضمان السلام بالتصدي، واستمرت لمدة 6 أيام تخللها معارض صور وفيديوهات وتراث القوميات وعروض ثقافية ومسرحية وحفلات فنية أحيتها الفرقة الفنية القادمة من أرض الوطن وفرقة الجالية. وعقد مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يوسف سايق سيمينارا للمواطنين الإريتريين بمدينة جدة وضواحيها. قال في بداية حديثه إن مهرجان جدة لهذا العام لعام 2024 هو مهرجان يفتخر به وتناول الأوضاع في البلاد والمنطقة والتطورات العالمية. وقد أوضح السيد يوسف بأنه تم تجاوز الكثير من التحديات بوعي وصمود، ودعا المواطنين لتقوية الصفوف والوحدة والعمل لإنجاح مهام المرحلة، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات. وعقد السيد يوسف لقاء موسعا مع قيادات الاتحادات الممثلة في قيادات مراكز الجبهة والجالية والاتحاد الوطني للمرأة وشباب الجبهة. استمع فيه إلى شرح من الحاضرين، وأثنى سيادته على الدور الذي تلعبه الاتحادات في تقوية الجالية ودورها الهام في البرامج الوطنية. وقد حضر اللقاءات القنصل العام بجدة سيد عبد الرحمن عثمان ومسؤول شؤون الجماهير بالسعودية سيد أحمد جعفر. وقد عبر المشاركون في المهرجان عن سعادتهم لنجاح المهرجان، مؤكدين الوقوف مع شعبهم وحكومتهم وقوات دفاعهم الباسلة دائما وأبدا، محافظين على أمانة الشهداء. يذكر انعقاد مهرجان الجالية الإريترية في الرياض وضواحيها في 7 و8 من نوفمبر الجاري. ناشد مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة تسني الرقيب مدهني كداني إلى مساهمة أصحاب المتاجر ومقدمي الخدمات في مكافحة الجريمة ومنع المخالفات القانونية. وأوضح أن مهمة حفظ السلم والأمن العام لا تنحصر على عاتق الشرطة والقوة الأمنية، بل هي مسؤولية المجتمع بكل فئاته. وأضاف المدير التنفيذي في إدارة مديرية تسني السيد تسفازقي عقبازقي بدوره أنه من الضروري تحلي أصحاب المتاجر بالتعامل القانوني، مما يتسبب بكون متاجرهم ملجأ للمخالفين في حال عدم اتباعهم لتعليمات أنشطتهم التجارية. وقدم المشاركون آراءهم حول الحفاظ على الأمن العام والسلم على حد سواء. وقدمت في السيمينارات اتخاذ الطلاب للحيطة والحذر لتجنب تعرضهم للحوادث المرورية. نظمت دورة تدريبية في الإدارة والقيادة لموظفين من مختلف المؤسسات الحكومية في مديرية حجات في 11 و12 من نوفمبر، وتضمن التدريب مواضيع عن مفاهيم الإدارة والقيادة وتخصيص الموارد البشرية والتوجيه والتحفيز وتنفيذ البرامج وتخصيص الموارد والتنسيق والتعاون والإبداع والابتكار والرقابة والتقييم وأساليب إعداد التقارير وإعداد التقارير والتعامل مع الوثائق والوعي والذكاء والالتزام بالمواعيد وغيرها من العناوين. وأوضح مقدم الدورة السيد ميكائيل قرماي أنه من المهم تنظيم دورات تدريبية تركز على الكفاءة حتى يصبح الموظفين قدوة من خلال رفع وعيهم ومعارفهم العملية. وشكر مدير مديرية حجات السيد إدريس محمد بدوره المسؤولين الذين قاموا بتنظيم التدريب، قائلا إنه سيساعد في تخفيف مشاكل الحكومة والفجوات الأخرى في المنطقة الفرعية. كما أوضح المدير العام للإدارة والمالية بإقليم عنسبة العقيد كبرو من رأيه في ختام التدريب أن التدريب عامل يضمن كفاءة الأعضاء ويؤدي إلى النجاح. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة من تجاوز الخط الأحمر في دعمها لتايوان، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، وقبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وجاء تحذير شي خلال اجتماعه مع بايدن في العاصمة البيروفية ليما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، ويأتي اللقاء بينهما قبل شهرين من تولي ترامب منصبه في يناير، وسط مخاوف من حروب تجارية جديدة واضطرابات دبلوماسية.
كما أكد الرئيس الصيني أيضا أن واشنطن يجب ألا تتدخل في نزاعات ثنائية وألا تتسامح مع أعمال استفزازية أو تدعمها في بحر الصين الجنوبي وفق ما ذكرت CCTV. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يكون بواسطة البشر وليس الذكاء الاصطناعي، محذران من مخاطر سيطرة الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية. قتل 7 جنود في هجوم انتحاري نفذه انفصاليون من البلوش في جنوب غرب باكستان وفق ما نقل مسؤولون محليون في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي يشنها متمردون انفصاليون، وذلك بعد أسبوع من هجوم للمجموعة نفسها أسفر عن 26 قتيلا بينهم 14 جنديا في محطة قطارات في بلوشستان. وقال مسؤول محلي لم يشأ كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن نحو 40 إلى 50 مسلحا هاجموا موقعا لحرس الحدود في إقليم كالات فقتلوا 7 جنود وأصابوا 15 آخرين، مضيفا أن تبادل إطلاق النار استمر ساعات عدة. وتبنى جيان بلوش المتحدث باسم جيش تحرير بلوشستان أحد أكبر فصائل البلوش الانفصالية الهجوم من دون أن يدلي بأي تفاصيل، في حين ندد رئيس الوزراء شهباز شريف بهجوم إرهابي متعهدا باتخاذ خطوات فورية بحق منفذيه ومؤكدا عزمه استئصال الإرهاب من البلاد بحسب بيان أصدره من المكتب. بدأت القوات الإندونيسية والأسترالية مناورات قتالية مشتركة قبال جزيرة جاوا الإندونيسية، حيث يتدرب نحو 2000 جندي على أداء عمليات جوية وبحرية وبر مائية وبرية. وتشارك القوات في مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من شاطئ بانونجان بمنطقة استيوبوندو في إقليم جاوا الشرقية بالدبابات والمدفعيات والمشاة والمروحيات القتالية، إضافة إلى عملية إنزال مشتركة وعملية إخلاء غير قتالية في حال وقوع كارثة. وتبرز مناورة كريسيس وميرا لعام 2024 التي تستمر 4 أيام التعاون بين البلدين الذي تم تعزيزه مؤخرا من خلال توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين إندونيسيا وأستراليا. في النبأ الأخير، يستعد المزارعون الفرنسيون لإطلاق حركة احتجاجية واسعة النطاق تبدأ هذا الأسبوع وتستمر حتى منتصف ديسمبر، في تحرك يهدف إلى الضغط على الحكومة الفرنسية لتلبية مطالبهم ورفض اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة مع دول ميركوسور. وأعلن أرنو روسو رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين عن تنظيم حركة احتجاجية شاملة في جميع المحافظات الفرنسية، مؤكدا أن هذه التحركات ستكون مسؤولة وخالية من العنف، لكنها ستكون حاسمة في توصيل رسالة قوية إلى السلطات الفرنسية والأوروبية. وتتزامن الاحتجاجات مع انعقاد قمة مجموعة ال20 في البرازيل في رسالة رمزية تعكس رفض المزارعين لسياسات التجارة الحرة مع دول أمريكا اللاتينية. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إحياء اليوم العالمي للسكري في كرم. تقييم نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم شمال البحر الأحمر. تنظيم دورة تدريبية في مجالات الفن. رئيس الصين يحذر واشنطن من تجاوز الخط الأحمر في دعم تايوان. هجوم إرهابي يودي بحياة 7 جنود جنوب غرب باكستان. وإندونيسيا وأستراليا تجريان مناورات عسكرية بعد توقيع اتفاق دفاعي جديد. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.